يقال أنه سيدنا عيسى عليه السلام لما كان مسافر من الجليل توقع إلى القدس، مر من هون وجلس تحت شجرة الجميز هاي، فالناس اتجمهروا حواليه كلياتهم. أنه يعني سيدنا عيسى كان معروف عنه أنه بحيي الأموات بإذن الله، بيشفي الأبرص بإذن الله، كان يعني يشفي الأمراض اللي الصعبة جدا. فالناس اتجمهروا حواليه كلياتهم. فلما اتجمعوا الناس حواليه كان في شخص إقطاعي جامع للضرائب، كان يأخذ الضرائب من أهل بلده لحتى يعطيها للدولة الرومانية. أيامها كان اللي جالسين في فلسطين أو اللي ماسكين فلسطين الرومان. فكان هذا الشخص سيء جدا اسمه زكا. زكا كان قصير القامة، فلما الناس اتجمهروا حوالي سيدنا عيسى، زكا ما قدر يشوف سيدنا عيسى، فشو عمل؟